وتتسلمه ابنته ويسلم على السيد رئيس المجلس العلمي المحلي للناظور فليتفضل سيادته مشكورا. الدرع الخاص بتكريم المقاوم المرحوم عمر الراشدي وتتسلمه أربنته ويسلمه السيد رئيس السيد ممثل رئيس المجلس الإقليمي فليتفضل سيادته مشكورا. الرئيس سيبيلي الدرع الخاص بتكريم المقاوم المرحوم محمد أبلاف ويتسلمه ابنه ويسلم له السيد رئيس قسم الشؤون الداخلي لعمل تقليل الناظور فليتفضل سيادته مشكورا. على الحضور الكريم المستفيدين بعد نهاية الحفل إن شاء الله هنا في القاعة. بداية السيدة خالصة العسري. ويسلم على السيد المندوب الثاني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فليتفضل. الإعانة المالية. الله يبارك فيك الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير. إعانة مالية. سيمون سيمون شوتا مساعدة مالية تسلمها ابنها. السيدة سيد رئيس صدق السوبر المساعدة المالية. مساعدة مالية لفائدة ودنوزها لكم هنا في القاعة نظرا لتدارككم وعزكم ونصركم وسدد خطاكم وخلد في الصالحات ذكركم. في أجواء طافحة بعبق الوطنية الصادقة ومشاعر الفخر والاعتزاز أحيت أسرة المقاومة وجيش التحرير بإقليم الناظور يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بشمال المملكة. هذه الملحمة الكبرى التي جسدت أروع صور التلاحم الوثيق والترابط المتين
بين الشعب المغربي الأبي والعرش العلوي المجيد في سبيل استرجاع الشرعية والمشروعية التاريخية ونيل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة. وبهذه المناسبة المجيدة يا مولاي، يتشرف قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وسائر المشاركين في المهرجان الخطابي والحفل التكريمي احتفاء بهذه الذكرى الغالية بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص، معربين عن تعلقهم المتين بأهداب العرش العلوي المنيف، معتزين بمساعيكم الحميدة ومبادراتكم الرائدة وجهودكم الموصولة في سبيل تقدم المغرب وازدهاره وإعلاء مكانته بين الأمم والشعوب. وإن المشاركين في تخليد هذه الذكرى التاريخية الغراء من فاعلين ومنتخبين ونشطاء المجتمع المدني وقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ليجددون لجلالتكم المنيفة تأييده الثابت والموصول للمقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية، معتزين بتوجيهات جلالتكم السديدة الداعية إلى صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية والتشبع بقيمها ومثلها العليا واستلهام عبرها وعظاتها العميقة وأبعادها الرمزية لترسيخ الروح الوطنية الخالصة ومواقف المواطنة الإيجابية في نفوس الناشئة والأجيال المتعاقبة، منوهين بما تحيطون به أسرة المقاومة وجيش التحرير من كريم عطفكم وسابغ حدبكم ووفور رعايتكم. رحم الله شهداء الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والواجب الوطني، شرفاء الوطن وأبنائه الغر الميامين، وفي طليعتهم بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جادكم المنعم جلالة المغفور إلى محمد الخامس نور الله ضريحه، ورفيقه في الكفاح والمنفى والدكم المكرم جلالة المغفور إلى الحسن الثاني، وحفظكم الله يا مولاي بالسبع المثاني وبما حفظ به الذكر الحكيم، وأسدل عليكم أردية الصحة والعافية، وحقق بكم وعلى يديكم كل ما تصبون إليه وتنشدونه لشعبكم ووطنكم من بناء ونماء وتقدم وازدهار ورفاه اجتماعي وحماية اجتماعية وأمن واستقرار. وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير المحبوب مولاي الحسن، وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وكافة الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى البويرة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وإنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قديم الأعتاب الشريفة المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثير. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر عبدك الخاضع لجلالك وسلطانك مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس نصرا تعز به الدين وترفع به راية المسلمين، واحفظه اللهم بحفظ كتابك، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه السعيد الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية العلوية الشريفة، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ارحم بعفوك وكرمك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك يا أرحمنا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.